السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة يا رب كده ان شاء الله. انا طبعا بشكر اي حد بيعمل لي تعليقات على الفيديوهات اللي بعملها. شكرا ليكم كلكم. انا فعلا لما بلاقي تعليقات والله لو حلوة او وحشة انا ببقى مبسوطة جدا وفرحانة ان انتم متفاعلين معايا. بس بتنسوا تعملوا له لايك يا جماعة، بالله عليكم ما تنسوش تعملوا له لايك فضلا وليس امرا، لان اللايك بيرفع الفيديو وطبعا بيخليه يظهر في نتائج البحث. تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشعارات على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي بعملها ان شاء الله. طبعا انا كده يعتبر خلصت دورة الفراخ البيضة دي معاكم، بس انا اتأخرت شوية في تسجيل الفيديو، يعني لظروف ما، فانا اتاخرت في تسجيل الفيديو. بس الحمد لله هنعمله بقى ان شاء الله النهارده كده معاكم. انا طبعا الفراخ ديت خلصت بقى الدوره بتاعتها. كانت اخر يوم كان عمر 40 يوم او 41 يوم. كانت الاوزان طبعا متفاوته معايا، بس الحمد لله وصلت لحوالي 3 كيلو 100 و3 كيلو و3 كيلو الا. بس كان اكتريتها ما شاء الله كانت احجام حلوه وكبيره. طبعا انا بعت شوية منها والحمد لله اللهم لك الحمد، ربنا رضاني فيهم. بعت ب38 وبعت ب39 الحمد لله. وطبعا اتبقى شوية بقى، قلت ايه نذبحهم كده ونفرسهم في الفريزر، وقلت نذبحهم معاكم كده ونطلع على السطوح كده بقى في الشمس. الشمس طالعة كده وحلوة، نعمل مع بعض بقى الفراخ ديت على السطح كده. طبعا ذبحتهم وريشتهم، وقلت بقى ايه اجيب الاطباق جنبي كده، ومعايا طبعا برضو شعلة على السطح كده، وجنبي برضو حوض مية ان انا باخد منه مية بدل ما انزل تحت وبهدل الدنيا وبهدل المطبخ. فقلت اعملهم كده فوق واكيسهم كمان وانزل بيهم جاهزين بقى نحطهم على طول في الفريزر. طبعا ظبطت كل حاجه جنبي كده وحطيت كل حاجه جنبي ان انا ما بقاش محتاجه حاجه ان انا انزل واطلع، عشان طبعا الولاد بيبقوا في المدارس وكده، فمش هلاقي حد يجيب لي حاجه، فعشان تبقى كل حاجه جاهزه جنبي. جهزت جنب الاطباق وجهزت جنب الشعله، ونزلت جبت كمان الليمون والدقيق. وكل حاجه انا هبقى محتاجاها حطيتها جنبي، حتى الحاجه اللي هحط فيها برضو البواقي والحاجات ديت برضو حطيتها جنبي. قلت بس كنت قاعده بقى كده ايه واقول يا رب يا رب بقى الدنيا ما تشتيش عليا عشان اكملهم واخلصهم كده وانزل بيهم، لان الدنيا لو شتت خلاص انا اتحروست جدا. فالحمد لله يعني عملتهم على خير كده والحمد لله خير، الحمد لله ما حصلش حاجه. طبعا انا ريشتهم بقى كده وما خليتش اي حاجه عليهم، وريشتهم طبعا برضو على النار تاني، وفتحتهم بقى وبدات ان انا احط كده الكبد والقوانص لوحدهم، واشطفهم برضو كم مرة بالمية كده قبل طبعا ما هنغسلهم الغسلة الاخرانية خالص بقى. هحط لسه فيها بقى ليمون ودقيق وكل الحاجات ديت اللي تخلي ريحتهم حلوه وما تخليش فيهم اي ريحة زفار. طالما انتي اساسا بتنضفي الحاجة كويس وحلوة وغسلتيها بقى بالليمون والدقيق بتبقى حلوة زي الفل. بس بلاش يا جماعة حكاية الخل ده، لان الخل ده يعني انا بحس ان هو بيزفر الحاجة بزيادة، مش بيضيع ريحة الزفارة خالص. يعني كم مرة اسمع في فيديو ان هم يحطوا خل، لا الخل بيزفر اللحمة، مش بيضيع ريحة الزفارة خالص. فانت حطي دقيق، اغسليهم بدقيق او بليمون، يبدا يا بالاتنين مع بعض. انا بغسل بالاتنين، بغسل بدقيق وبعدين بحط مية عليها ليمون واحط برضو عليها شوية دقيق، متخليلكيش ريحة اي حاجة، يبقى ريحتهم زي الفل. تمام كده بقى. لما انا كنت بريشهم على النار، الشعلة بقى بشغلها كده واروح جايه مريشاهم على النار، شايله منهم الريشه اللي بتبقى الرفيعه ديت، وبجمعهم تاني وارجع بقى ايه افتح واحده واحده كده. تمام. كنت عايزه اتكلم معاكم يا جماعه كده إيه واحنا شغالين كده، اتكلم معاكم شويه عن التربيه عموما، سواء بتربي في بيتك، بتربي فراخ، بتربي بط، بتربي حمام، بتربي فراخ بيضه، بتربي اي حاجه. إيه طبعا يا جماعه انا عارفه ان التربيه دلوقتي بتكلف وبتكلف كمان. والله لو معاكي انك تكلفي صدقيني، حتى لو انت كلفتي على حاجة في بيتك وربيتي، دايما عمر ربنا ما هيخذلك فيها ابدا. دايما
هتتعبي وتجتهدي ربنا هيرضيكي منها وهيرزقك من اوسع ابوابه. لكن اوعي تقولي انك هتخسري وان الحاجة مش جايبة همها، وهأكل وخلاص على الفاضي واجي ابيعها هتخسرني. لا 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 طبعا، لا طبعا. انت اكيد هتجتهدي وتربي الحاجة دي عشان ربنا يرزقك منها. عمر ما ربنا هيخذلك ابدا، لانك تعبتي فيها وكان غرضك فعلا انك تعملي حاجة كويسة لبيتك او لنفسك. فاكيد ربنا هيجبرك وهيرزقك منها. وانت بتجيبي العلف بالغالي، اكيد برضو كل حاجة ولها وقتها ولها سعرها. انت لما هتيجي تبيعي برضو الحاجة هتبقى بالغالي، فهترزقي منها ان شاء الله برضو. لكن يا جماعة لما نقعد القعدة مش هتجيب لنا، مش هتخلى عندنا. يعني مش هتخلى عندنا في بيتنا فراخ. يعني مثلا انا جبت شوية الفراخ دول، بعت شوية وبقى عندي في بيتي برضو فراخ. تمام، يعني بتكسبي من ناحيتين، عندك في بيتك وكمان بعتي منها شوية برضو ربنا رضاكي فيهم. ما خسرتيش، لا انا ما خسرتش يا جماعة فيهم. بقول لكم انا ما خسرتش فيهم، الحمد لله ربنا رزقني ورزقني كمان حلو، مش وحش، مش وحش خالص. ربنا رزقني فيهم. بعت اول يوم ب39، وبعد كده تاني يوم وتالت يوم بعت 38 على حسب السعر يوم. ما خسرتش برضه، ما خسرتش، ربنا رضاني. وطالما ربنا مرضاكي وماشيه بنيه كويسه ان انت عايزه ربنا يرزقك في الحاجه ديت، ربنا هيرزقك. بس احنا يا جماعه نحاول ونجرب. جربي مش هتخسري ان شاء الله. بس تبقى عندك مكان ويبقى عندك مقدره ليها. ربي يا ستي، لو هتربي لبيتك بس، ربي لبيتك، هاتي 10 فرخات مثلا، هاتي 10 فرخات. بدل ما تروحي تشتري البيضة ب3 جنيه وهتجيبي كل يوم، هتجيبي يوم ويوم. طب ما يبقى عندك في بيتك، هتربيهم كام شهر، 4 شهور 5 شهور، وهيبدأوا يبشروا معاكي. وان شاء الله هعمل لكم برضو على القناة، هنجيب فراخ صغيرة من عمر يوم او من عمر شهر. انا لسه مش عارفة بصراحة، يا اما هجيبها كتاكيت عمر يوم، يا اما نجيبها ان شاء الله عمر شهر كده، وربيها سوا مع بعض كده على القناة. واللي عايز يجيب معايا كده ونربي مع بعض. وهنربيها لحد ما تبشر وتبدأ انها تبيض معانا، ونعمل لها وصفات ونعمل لها خلطات، بحيث انها برضو ما تبقاش مكلفة بالنسبة لنا، عشان ما نحسش انها مكلفة وكده. فهنعمل خلطات ووصفات موفرة ليها. هاتي على قدك، هاتي 10 فرخات، هاتي 20 فرخة. يعني انت لو حابة انك تعمليها مشروع مثلا في بيتك، مثلا انها فراخ بلدي بتبيض وكده، يا مثلا هاتي 30 فرخة، هاتي 20 فرخة. لكن 10 فرخات دول يا دوبك على قد بيتك، ان هما كده لأكل بيتك بس. تمام. نعمل يا جماعة، نعمل يا جماعة ونجرب. يعني اي نعم، احنا قلنا الحاجة غالية، بس الحاجة غالية مش هنتنين قاعدين، انت كمان بتروحي تشتريها، وبتشتريها غالية. طيب ما انا اعملها في البيت، اعملها في بيتي، طالما عندي مكان ليها اعمل. لو ما عندكيش مكان خالص، في البلكونة، بلكونتك بس تنظفي على طول بقى باستمرار. ماشي. في بلكونتك كده تعملي زي بوكسة صغيرة كده وتربي فيها على قدك. اللي عايز يا جماعة هيعمل، اللي عايز هيعمل وهيلاقي وهيبقى معاه. لكن اللي مش عايز بقى بيحط اسباب كتيرة انها تمنعه. ماشي. انا قلت كده اشجعكم معايا في الفيديو، عشان في ناس بتبقى نفسها تجيب وبتبقى خايفة. لا، ما تخافيش، ما تخافيش وجربي. إيه، انا بدأت بقى ان انا كده اقطع فيهم اربع كده عشان ما ياخدوش مكان معايا في الفريزر. اقطعهم اربع كده. والطبق الواسع اللي جنبي دوت بحط بقى فيه اللي انا بقطعه كده، وهقطعه كده بس اربع تربع. طبعا المناب ما شاء الله حلو معايا. فانا هعملهم برضو، هكيسهم كل ربع مثلا في كيس، او كل ربعين في كيسين. ما ياخدوش مكان معايا. ولما تيجي تطلعيهم بقى بعد ما يكونوا تلجوا في الفريزر، تطلعيهم ما يبقوش صعبين معاكي وانت بتطلعيه، يبقوا سهلين. هتطلعي على قد اللي انت عايزاه، على قد المنابات اللي انت عايزاه. طبعا انا هخلصهم بقى كده واقوم اغسلهم زي ما قلت لكم كده، بدقيق وليمون. وهغسلهم الاول بدقيق حلو جدا، وبغسلهم بعملهم الاول ازاي، على الناشف الاول بالدقيق، وبعدين ارجع احط عليهم ميه تاني واغسلهم بقى بالدقيق اللي فيهم ده، وارجع اشيلهم بقى من الميه اللي فيها دقيق دي، احطهم تاني بقى في ليمون كمان، وبرده شويه دقيق كده. ويبقى اغسلهم يعني مثلا بتاع 3 4 مرات كده في الاخر خالص.
اهو اللي هي بقى المره دي. طبعا اللي وصل معايا في الفيديو لحد كده يا جماعه انزلوا بقى تحت كده واعملوا له لايك فضلا كده منكم، واكتبوا لي تعليق حلو كده تحت الفيديو، شجعوني كده يا جماعه. اللايك بيدعم الفيديو وبيخليه يظهر في نتائج البحث. ما تبخلوش يا جماعه عليا باللايك. لايك اي واحد داخل وبيتفرج على الفيديو يعمل لي لايك تحت. ماشي حبايبي بحبكم في الله. كده بقى انا بدأت احط كده المنابات لوحدها كده، كل يعني الورك لوحدها والصدور لوحدها. دي المية طبعا اللي فيها الدقيق. الصدور لوحدها بحطها لوحدها والوراك لوحدها طبعا عشان تبقى سهله معايا، لان انا بحط في كيسه برضو في الفريزر احط فيها الصدور لوحدها، والوراك احطها برضو في كيسه كبيره لوحدها، بحيث ان انا عايزه اعمل بانيه اطلع انا عارفه الكيسه بتاعه الصدور اطلع منها، لان ساعه ما الحاجه بقى بتتلج في الفريزر ما بتبقيش عارفه الورك ولا الصدر قد كده، فبحط كل حاجه لوحدها كده عشان ابقى عارفاها. وطبعا هرجع برضو اشطفها تاني من الميه ديت واكيسها بقى، بس احطها الاول في مصفى كده كبيره ان انا اصفيها من الميه اللي فيها واعملها.